الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، السادة المندوبين والمديرين الجهويين وممثلي مختلف الوزارات، السادة رؤساء ومديرين نسيج الجمعيات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، السادة رؤساء الهيئات الوطنية بالبلاد التونسية، زميلاتي زملائي، السيدات والسادة المتفقدات ومتفقدي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. إنه لشرف عظيم أن أتولى باسمي الخاص ونيابة عن السيد الوزير التربية تنظيم حفل الاستقبال هذا البسيط في مظهره والعريض في مرزاه، والذي نحييه معا على شرف الرباع الراعي للحوار الوطني، تدمينا لمساهمته الفعالة وتقديرا لروح المبادرة والمسؤولية التي أبداها في بناء ديمقراطية تعددية بعد ثورة الرفسجان 2011. فتحية إكبار وهمسة شكر وإجلال للاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ما أولوه من كريم الرعاية وموصول العناية. السادة الحضور الأفاضل، في وقت كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية تواجه مخاطر الانتكاسة جراء ما عرفته البلاد من اغتيالات واضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية، جاءت هذه الوساطة الحيوية لتتيح لتونس إقامة نظام حكم دستوري وتجديد طرح العقد المدني الذي أتاح لسفينة السلام أن تصل بتونس إلى مرفأ الأمن والأمان. الضيوف الكرام، إن إعلان لجنة نوبل النرويجية يوم 19 أكتوبر 2015 منح جائزة نوبل للرباع الراعي للحوار هو إعلان بأن تونس وبحكمة أبنائها قادرة على تحقيق غاية التطلعات وتجسيد عديد الأحلام وبناء مجتمع السماحة، وإن الوصفة الناجعة للخروج من الأزمات وتجاوز الخلافات وتخطي كل العراقيل والمعوقات تكمن في التوافق من أجل الوحدة الوطنية. الحضور الأكارم، إن الاعتراف بالفضل والإقرار بالجليل عنوان خير وآية وفاء، فالشكر للرباع الراعي للحوار والوفاء لهذه التربة المباركة، وعاشت تونس حرة ديمقراطية منيعة والسلام.